الولد ده ما بيكونش راجل عجوز، ده بيكون طفل وعنده 9 سنين، وكل ما يكبر في السن بيظهر اكتر. في الاول اول ما يتولد ابوه بيروح يشوفه وبيلاقيه طفل عجوز وبيخاف جدا، وبيروح يرميه قدام دار المسنين وبيمشي. والناس دول وهم ماشيين كانوا هيدوسوا عليه بالغلط، وبيلاقي طفل ولما بيفتحوه بيلاقي راجل عجوز وبيتصدموا من اللي شايفينه. وجوزها بيقول لها مالناش دعوه سيبيه، وبتقول له لا انا مش هسيبه، وبتاخده بتوديه عند الدكتور. وبيقول لها ده اغرب طفل شفته في حياتي، وبيقول لها ما تتعلقيش بيه عشان كلها وقت وهيموت. بس ما بتسمعش منه وما بترضاش ترميه، وبتربيه لحد ما بيوصل 9 سنين، وبيكون قاعد على كرسي بعجل. والست اللي خدته بيكون اسمها كويني، وبتاخده عند الدجال عشان تحل مشكلته، وبقول له حاول تقوم وامشي. واول ما بيقوم بيقع، بس بيحاول يقوم تاني وبيقدر يمشي خطوتين. والراجل من الفرحه بيموت على طول. وبيكبر اكتر بيشوف في دار المسنين ناس كتير بتموت وهو بيكون لسه عايش، وبيكون مستغرب انه لسه عايش لحد دلوقتي. ومع مرور سنه بيشوف ان في تغيرات كتير بتحصل في جسمه، وبيظهر ان جسمه بيظهر مش بيكبر. وبيقرر يسيب دار المسنين عشان يشتغل ويعتمد على نفسه. وبيشتغل في البحر والمينا 10 سنين، وشكله بيتغير وبيبقى شاب. وبيرجع للبيت وبيسلم على امه كويني، وبتقول له انت شكلك صغير جدا. وبيكون ماشي عكس الناس تماما، وبيحب بنتي بس بيرفض